حياكم الله شباب، شو اخباركم؟ شلون الصحة؟ مثل ما وعدتكم قلت لكم الفلوق الثاني راح يكون بالعمارة بعلي الغربي. راح نروح السيد يوسف ابو الكرامات اللي ركب على الحائط وسواه فرس. تعالوا ويانا وخلنا نشوف شنو بعد عنده من كرامات وشنو يمه. كمل الفيديو للنهاية ولا تنسونا باللايك والاشتراك. وسيد يوسف ذاك يا حبايبي مثل ما تشوفون. راح اروح انا وانتم وتعالوا ويانا وكمل الفيديو للنهاية. شباب وصلنا لمرقد سيد يوسف وعمته الزهرة. هذا مرقد عمته الزهرة وذاك مرقد سيد يوسف عليه السلام. راح نطف جوه، راح يشرحوا لنا شنو المعجزات مالاته، شو وقت يتوفى. ما عليكم بس كملوا الفيديو للنهاية وشوفوا معجزات سيد يوسف. تعالوا ويانا. دخلنا داخل مرقد سيد يوسف، تعالوا شوفوا شنو اللي داخل. هذا هو مرقد سيد يوسف. سيد يوسف يطلب امرأة الوخال ما شاء الله، ذرية صالحة. طلب حاجة هم يعطي ذريته، والحاجة هم مغنية إن شاء الله. يلا والسلام عليكم. ها؟ أنا بويا. يلا تعال. اسمع بعد مو ما. حجينا أسألك سؤال، شنو معجزات سيد يوسف؟ هو عنده كرامات. نعم. هو شفاء أمراض حاجات وظايف. المعجزات مالته شنو؟ هو عنده معجزات. شنو معجزاته؟ هو عنده كرامات عنده من زمان قديم. إيه من ذاك العهد وهذا العهد. المعدن جاب يعطيه، المريض يشفي، الأداء عمل، الأداء قضية، الأداء شيء يطيب. زين انا سمعت قالوا اكو حائط هو كان فقير. كان فقير. كل العرب عندهم خيل الا هو ما عنده. اي نعم هو ركب الطوفه وقت يسمونها طوفه. يعني هسه ما كانوا يسمونها حائط. اي قبل يسمونها طوفه. نعم. ايه التزت فيه هيك صار من شلون صار؟ نعم. تعجبون بي قال يا سيد محمد هذا شنو يتقيكم؟ سوى له حصان ما طير وغارت فيه الطوفه. اي هو يقول عمره 17 سنه. نعم. هو السادس 17 سنه. يعني سوى عمره 17 سنه واستشهد. ايه استشهد الطوفه. زين بس ركب الحائط صارت فرس. اي نعم سبحان الله. سبحان الله. اي سبحان الله. الدعوه وقاها وقار به. سموه بالطوفه وبديج ركب قطع راسه وركب عدله سموه بديج. ابو ديج. اي كانت هاي امه ناظره نظر ديج. ايه الجده. وقالت له هو يلعب شاب حدش طمر هو مطقت. قطع الراس خلى ديج الجسم هيك وراسه. قالت له ليش ميت؟ قال مهدل يدك؟ قال انا رجع بامر الله. قالت له ماك بس الله صنعه. هو يركب قال انا ركبه يا الراس حطار رجع ديج طبيعي. سموه بديج وطوفه سوالف نقص بالعرابيد ما ترى يسوي على العمال. هسه موجود اعرابي جوا؟ اي داخل الضريح. داخل الضريح. اي نعم موجود اعرابي. يعني شباب ديش هو يلعب عمره صغير، يلعب بعوده او بعصا، ضرب الديش ما يدري به قطع راسه. امه حاجته قالت له يمه ليش طقت الديش؟ ليش ذبحته؟ قال هم انا رجعنا بامر رب العالمين. كذا الديش برب يعني بامر رب العالمين رجع الديش كما هو، لا مذبوح ولا مضبوط. يعني عنده كرامات خير من الله ما شاء الله. زين اكو مرقد الى ثاني هناك المن. الويل عمة الزهرة. عمة الزهرة. هي عمة السيد. هاي من المعجزات ام الايتام الثلاثة يسمونها. ام الايتام ثلاثة. اي. شنو معجزاتها؟ هذا هواي كرامات هي هواي. هم نفس الحالة هم هي يصير عمة السيد نفس النسب هم. هم هذول سادة علاق. سادة علاق. اي هذا سادة العلاق. النسب مالته المن يعود. نسبه المن يعود. يعود ابن الحسن مثل المشتبه. يعني حسن مثل المشتبه من ابن الحسن ابن امير المؤمنين بن علي. ابن علي بن ابي طالب. اي هاي عليه السلام. هاي من تطلع عنه. اخوه. هذا خادم هو هذا والدي خادم. هذا والدك؟ الله يرحمه. هو هذا قام به من 46 يعني كان عمره 20 هو خادم السيد. يعني خادم السيد هو البناء غير؟ هو البناء خاصنا اي هو يعني ما حد هاي من جيبه الخاص. باشر من ذاك العين وهذا العين كان جمالي والنبي سوينا غرفين والنبي سيد صار هيك. الله يرحمه توفى بال 2010. الله يرحمه. الله يرحمه. هو هذا الخادم. انا ابنه باسم. السيد الملقب ابو طوفه ابو ديج وابو العرابي. اي والله موجود موجود عنده هسه
العرابي داخل القبر. اي نعم نعم من وياه. اكو ساحه ورا قالوا بها عرابي. اي هاي مالت هي الشجره مالت البت العرابي. هسه اتصل بالناقه بالضريح. حلو. يعني حديقه مسيجه. زين هم شايفين بعيونكم؟ اي نعم احنا قاعدين نشوف من زمان قديمات. ما ناداكم الشخص؟ لا لا ما يدري. ما يدري. لا قبل ما يدري شغله. من يجي قبل نلقاه نايمات وياه. بالضريح من يجي الزوار يطلعن. كمل زياره يرجع ينام بيه. هسه لا اختلفت. صار حركه وصار قبل ماكو حركه. قبل حتى من هنا الطريق قبل اشجار ويسمونه شوك مال قبل على قبل غنم هواي الغنامه تسوي دروب دروب الحلال ما تعرف يسمونه حتى قبل مال العرب الاولين هذا يمشي زوار ما تندل يجي العربيد يقف هيك يقف على ذيله يوم يقول لك تعال وده من الطريق يدليك كان زمان العربيد عشنا ويانا انا عمري 5 سنين وانا عايش هنا ويا سيدي انا مال 68 والدك الصحه والعافيه ان شاء الله. والدي كان قايم بي انا ووالدي في ذاك الفتره هذا الزمن كله. زين تقدر نطب على زهراء الصور؟ انا شباب هسه مثل ما شفتوا زرنا المرقد مال سيد يوسف عليه السلام. واحنا اول خدم الى معهد خادمه بس ان شاء الله موفقين. قضينا عمرنا من والدي الي البهاي لضريتنا كلها. موفقين ان شاء الله. هسه شباب راح نروح للمرقد مال السيده زهراء. تبغين ذاك من جيبنا. اللي راح تكون تصير عمته، هم راح نزورها. احنا مسؤولين عليه، ما حد مسؤول عليه احنا مسؤولين. ان شاء الله موفقين. ما واحد مسؤول عليه، احنا مسؤولين عليه. موفقين. يعني احنا نتمنى ان شاء الله من الاعتماد بكت. والله يرحمه. والله الله يوفقك. قدمنا ملينا ردنا ما كل شيء ما. ان شاء الله توصل رساله. الله كريم. يعني شباب نتمنى. تعال باكر نشوف شلون الخير هنا. هي باكر اشياء يدي العالم. باكر عندنا يرود هنا كله يجمع هنا. شوف الصوره غير شكل يعني ليش مو نعمه بركه. نعمه كلها بركه السنه. قدرت تخسرون واسوي له اعمار واسوي له شغله وخلي الناس تونس ليش؟ صار بس نقرب الواحد حتى حتى بلديه ما يدخلنا حتى ما حد يساعدنا. ان شاء الله نوصل رساله بك الله هنا. الله يبارك فيك البركه ان شاء الله الله يوفقك. ان شاء الله. هسه ان شاء الله راح شباب راح نروح للمرحله الثانيه عمته السيده زهره ونشوف شنو. هسه عندنا شجره مالت العرابي. هم راح نصورها. هاي مالت. هم راح نصورها. هم اشرح لك عليه. ان شاء الله. هذا العود من اي حاجه تشفى. المرأة ثلاث جمع تغسل به سبحان الله يصير عندها انجاب. يعني المرأة اللي ما تجيب ما تجيب ابد رسمي تغسل به 3 مرات؟ اي كل جمعة. كل جمعة؟ يعني اي 3 اسابيع وتقطع. بعدين تصير عندها حمل. سبحان الله والله عندنا من عمارة اجتنا مرة 13 سنة صار عندها. اجتنا عائلة من كركوك. من الشمال العوائل من بغداد من البيت. نعم نعطيهم هاي الطريقة عشان والدي يعطيهم اشمال عصفور. لازم تطير من يمين هاي الشجره. تقدر نوصل الشغل؟ يلا شباب هسه راح نشوف اول بدايه نشوف بيت العرابيد بيت العرابيد بعدين نحول عليه الحياه والعرابيد مالتين. يلا شو يا شباب شو جابوا الصريمه هاي الشجره هاي سبحانه وتعالى يقول فاطمه الزهراء هي طالبه من رب العالمين طالبه من رب العالمين هي هاي الشجره. هسه هاي نعطيها للمريض اللي عنده عمل اللي عنده هاي مره ما يصير عشان جاب تاخذ عود 3 اسابيع تحطها بطشيته وتسلم غرفتها الخاصه ما يصير بالمجاري. وسبحان الله ورا مده 3 اسابيع وتقطع يصير عندها انجاب. ونعم جتنا هواي حالات من بغداد من العماره من كل مكان ونعم 13 سنه و15 سنه وهذا علاج مجاني لا بفلوس ولا بلا شيء. يعني شباب اي واحد يريد مثلا ذريه صالحه مجاني ياخذ منها عود وعلمه بالطريقه ويصير عنده المريض يشفى. والله امراض خبيثه شافت عندنا هاي مره لاميه عندنا بس هاي الغرفه. نعم بس هاي الغرفه ما كان عندنا ملحق تدخلنا به. من قال بيت الملا هنا يعرفون بيت الملا الولد الفراويه من البغداديه ام شام السماء الله يذكرها بالخير. جات اجت هنا ماشيين طبت كان والدي عدل كان والدي قاعد بحال بس هاي القريفه عندنا ولا عندنا مقاسر ولا عندنا كل شيء ما عندنا يعني تعبانين كل شكل. والله طبت ماشيني تبكي طلعت قال والدي يابا ليش تبكين؟ خير ابويا سولفي لي يجوز في قالت حجي ما بس الله يجزرني انا بي مرض بس ما اقدر اقول قال يا احكي انت جاي السيد يوسف ابو العرابيد والله اخلي باخذ جده خليه يطيبك تقعد يمي
ماشي الخطأ الأخيرة قال يا بنتي المرض ما لازم يمش رايح. قالت له حد شو تقول؟ انا رحت الدكاتره ورحت الغيره ورحت مال شنو. بعد قال لا والله ابوي هسه انا اشوف كل شيء ما بي. انت وصلت هاي الست قالت له والله اذا سيد الطاري مرادي وصدق انه خاف عليه المرض وهاي ادزلكم 1,4 مليون. اريد صاله للزلم وريد مغاسل، ما عندنا مغاسل ذيك شوفوا تشمر. وقالها والدي والله العظيم روح اتوكل على الله. راحت والله ماكو 10 ايام جوا بيت المنى قال لها مسمى 3 ملايين دزت لكم 3 ملايين. اي وشو الشرطه عليكم تريدين؟ ترى تجي تزور قلت يابا. قال ابا والدي هاي صار. رحنا سيد يوسف، عندنا سيد يوسف العالم الديني ابن عمه سيد ابن عمه تعالي من هنا. اجت سوينا هاي الصاله من فلوس المراه المتبرعه وخير من الله. سوينا مغاسل هاي المراه منها لبغداد. اي طيبها من المرض الخبيث الحمد لله. وهسه دخل شجره طيب الخبيث ما عنده شغله ما عنده ذريه ما عنده هاي صار حسن العرابيل وين تصفات ويا بالضريح من جو يحضر. هو الحياه والعربيه الحلال موجوده. هسه الحياه اثنين فروق بس كل سنه فرق اثنين. اي موجوده مرقطه شلون على شكل هيئه مره قاعد نشوفها على شكل هيئه مره شلون مرقطه بخضار وهاي على هيئه مره. هسه عندنا مستوصفات ويا السيد بعد منها وهيك نشوفها. لكن يوم لقيناها يم البراد نايمات. اجى الزوار هيك قام تسوي ضمت راسها جوا ما ترفع راسها هيك وده ما تهاجم. هاي ضال وخير ونعمه بركه. هو هسه شباب بعد ما شفتوا هنا عندي مدرسة صارت بهاي النقله راح نروح هسه للسيده. تعالوا يعني. هسه شباب وصلنا للسيده الزهراء اللي هي عمة سيد يوسف. نعم. هم راح يشرح لنا عليها وشنو المعجزات اللي صارت وياها. هاي كلها مقبره. نعم. هذا اللي كان كله مقبره. كان تجي كرابه مال الدركه يسمونها يسمونها كرابه بغداد. كرابه. واحد يسوي دركه القديم من الناس تقول. هاي يوميه تروح ويرجع عليها بالمسكينه. قام نطيف على اكثر من اشخاص. لكن ما اسوي الكرامات هذا ترى الدركه بوداني يوميا يدوس علي الدار انا واطفالي وانا عندي 3 اطفال. سوي لكم حال سوي لكم شيء روح المرجعيه جبنا معي مره مرتين ماشيين قلنا خلي. طبعا على والدي معود انت المسؤول يابا سوي لي حال الدركه ثاني اديني. احنا نعرف كلام مقبره بس ما نتوقع انا هيك. اللي هو كان مكان مقبره كلها مقبره برا هاي مقبره الحديقه هاي مقبره هاي ورانا مقبره كلها هاي مقبره. ايش عليها فلشتوها؟ بعد هاي عندنا سميهات بلاديه قبل البلاديه كانوا يسوون جيعان خربوها. نعم. خربوها كلها. ضل ما شو هاي قالوا لي رحنا قلنا روح العالم دينا مالنا عم سيد العلاقي كان يسمونه سيد يوسف بالسوق. هو العالم مالنا مال قضاء. هو من عمه هو مسؤول عليهم. قلنا يا انتم يا مولاي ماشيين. قال يا امير خالد صار. خلنا باكر اجي واشوف شنو الموضوع. اجى العالم الديني مالنا مال القضاء. اجى وصل باوع هيك كانت هاي بحيره مال ماي. كانت نقرا. قال باكر دزكم البلديه جت سيارات البلديه ثاني يوم وسعوها علوها سووها ورتبوها خلوا عليها تله. قال بابا ابنوها حطينا كان عليها بطل اخضر مال هذا مال دزكي. ثاني يوم باشرنا بيها بدينا. اجى اول واحد الله يرحمه اسمه وليد قريش قال منك من النعمانيه. نعم. اول ما قلت كرامه هو هذا وليد. اول متبرع بيها. جابالي بلوك وطاني مصرف وطاني مال خلفات. قال يلا بابا بلش السياج ماله كله حتى بناظري الله يرحمه وليد قريش من النعمانيه. قال والله جدي دقت على الشافي قالت بارك الله فيك انا راضي عليك وليد. قالت كنت بختار دقت على الشافي. هو شاف مبنيه بس هيك يجيب خطيه صلاه من صلاته يصلي بيها. اول ما هذا كرامات هواي ونعمل بعد باشرنا وصار عندنا خير من كراماته. شباب يعني يقولون هذا المكان كان تجي الكهربات او الاختلاف. اي نعم. تجي تدوس بهذا المكان. يعني هذا المكان كان طريق يعني طريق وبيه قبور. فتجي الكهرباء تدوس على المكان هذا. السيارة الكهرباء الماشي. هي عندها 3 اطفال لا 3 اطفال
يصيحونها ام الايتام. ام الايتام الثلاثه. ام الايتام الثلاثه. انا قبل 4 سنين. اجت راحت طافت على الحج والده، قالت لا ابا جاي يدوسون علي، جاي يدوسون يجون بالكهرباء ضوجوني. جاي ياذوني انا واطفالي. شوفوا لنا صورة حل حتى تباشرون باي شيء، بس كون ما حد يوصل لي. كان مي حتى المي ياخذه. كان بحرم المي بس يقلب على الدواب. فكله مي هذا. نعم انا وصلت شوي على السبع مو هاي. مثل ما تشوفوا شباب الكرامات مالته تبطل علاج بالمكان وان شاء الله. شوفوا شخص الساده. شوف شباب اكو اشخاص من الساده ما يطلبون المراد يغلطون يشوفون يسبون. هذا اكو اشخاص ما يامنون. فالساده السيد هو وسيله. احنا يعني وصلنا بينه وبين رب العالمين. مثل ما تروح تزور الامام الحسين عليه السلام انت تقدر تزور السيد اذا قريب عليه. وان شاء الله كله خير حبايبي. كلما ضليت محمد غرم البركه كلهم ولاد محمد. غرم الوسيله. وتوسع السير. هذا اللي ما يامن نيته مصافيه. نيته مصافيه. هذا انا الله ما بطيب شلون يعطيك بريه. هذا ما يؤمن بكل شيء. دائما نلقى حيايه وعقارب. يعني مليانه كلش مليانه المره حيايه وعقارب. فعند الحجيه قالوا لها سيد يوسف موجوده صريمه خلينها بالبيت ما يوصل اي شيء. والله اجت زياره سيد يوسف وقالت من الحجي اللي هو الحجي باسل الحجي جوده خذينا والحسين وهذا البخت ما وصلت البيت بس مرة بيت اختي يمنا. بنت اختي نايمه نص الليل قعدت والدتها قالت لها ماما اكو دوده تمشي على رجلي بفراشي. قاموا شعلوا الضوء لقوها عقرب. حلو والله بلي ان شاء الله ان شاء الله يعطيك البارك وتشوف بعينك ان شاء الله. انا ما كذب على هذا الامام فوق الكبره. الامام صار 1000 سنه كل شيء ما يتدور طابقه ما يطول. صح. الامام عمرو شفته؟ شباب هاي الحديقه مال السيد يوسف اللي بباب المرقد مالته. ها شوف شباب من هذول الزرع